مين اجمد فطير في مصر. الفيديو اللي فات جربت مكانين وفي واحد فيهم طلع جامد، فهجرب معظم الاماكن اللي بتعمل فطير عشان في الاخر نعرف مين اجمده. يلا بينا. عم سمير عنده فروع كتير، وده فرع مدينه نصر اللي عند حديقه الطفل، في كافيه جنبه كده. عملت الاوردر وقعدت فيه، الاوردر تقريبا خد نص ساعه، فيلا بينا بقى اقول لكم رايي بصراحه. يلا بينا. عم سمير بيجي معاه 2 كاتشب كده، تقريبا كاتشب وباربيكيو ومناديل كده وجلافزات. يلا بينا، بسم الله. نفتح بقى كده، نلبس بقى الجلافزات كده. يلا بينا. الاوردر خد نص ساعه تقريبا، بس المكان زحمه الصراحه، يعني تقريبا الساعه 9 بالليل دلوقتي. طلبت الاوردر، جه استلمته 9 ونص، نص ساعه بالظبط استلمت الاوردر، فطبيعي شغال كده على طول. الاكل سخن الصراحه، باين موحوح. فيلا بينا بسم الله. ناخد كده قطعه، اوبا اوبا. نفتح كده، سجق كتير، فلفل، جبنه، بسم الله. لا جامده قوي الصراحه، حلو قوي. السجق طعمه حلو قوي، حرش وبلدي ونضيف. كواليتي الجبنه حلوه قوي، مخدومه. يعني عمال افتح دلوقتي عشوائي كل القطع، لا كله فيه سجق ومتغرق، متغرق جبنه اهو. كل حاجه متغرقه سجق ومتغرقه جبنه، فتمام. الطعم حلو قوي، لا جامد. زي ما بقول لكم، الفطير بالنسبه لي 3 حاجات. اول حاجه صناعي، فهي فطيره معموله حلو قوي، لايرز وكل حاجه متظبطه. تاني حاجه الانجريدينتس، بالنسبه للمكونات برضو كواليتي، كميات حلوه، فتمام قوي. واخر حاجه بقى التسويه زي ما انتم شايفين مظبوطه قوي، يعني السوا بالملي. نفتح بقى كده الباربيكيو، عشان للاسف انا ماليش في الكاتشب خالص، بحس ان الكاتشب ده ايه، بيبوظ اي حاجه للاسف. نغرق بقى كده القطعه في الباربيكيو، بسم الله. من الاخر الصراحه عم سمير عجبني قوي، وسعره لطيف تمام. 195، يعني ارخص من ستافت، وارخص من كان مين مع ستافت؟ مزارع دينا. يعني ارخص من مزارع دينا وارخص من ستافت، سعره 195 جنيه. فطيره وسط، عنده تقريبا حجم تاني اكبر. فلا الصراحه كل حاجه مظبوطه، عجبتني قوي. خش بقى على اللي بعده، الانفوشي. يلا بينا. الانفوشي فطيره تقريبا خدت افريج تلت ساعه، ربع ساعه كده. فيلا بينا نفتح. الفطيره شكلها حلو الصراحه، مستويه جامد. والسوا زي ما انتم عارفين من ال3 حاجات الاساسيه في الفطير الجامد. اوه سخنه موحوحه. ناخد كده قطعه، بسم الله. نفتح كده، لا الفيلنج تمام، الحشو تمام، سجق كتير، فلفل، جبنه، بسم الله. ولا كاني كلت حاجه والله العظيم. مليانه ومتغرقه حشو وكل حاجه، بس خفيفه خف مش طبيعي. انا عمال اركز دلوقتي، نقطه سمنه، حاجه مثلا فاهم دسمه شويه تقيله، مفيش الكلام ده. مش عارف ازاي بيعملوها كده الصراحه. صحيح حجم الفطيره دي اكبر الصراحه من عم سمير، وسعرها ارخص. عم سمير ب 195، دي 185 وحجمه اكبر. هم عندهم حجم واحد هو الحجم ده، ما عندهمش اصغر ولا اكبر. بالنسبه بقى للطعم، هي حلوه قوي الصراحه، خفيفه قوي. بس انا عندي حاجه بالنسبه للفطير، انا بحس الفطير لازم يتاكل حرش، لازم يتاكل كده سمنه شويتين 3. هو فطير وانا باكل اكله من الشارع، فطير تمام، فانا فاهم لازم يكون تقيل شويتين 3. فدي فطيره حلوه تمام، انا مبسوط وكل حاجه جامده واكلها وانا متكيف، بس خفيفه قوي، ما فيهاش بقى حته بتاعت الفطير. يعني عارفين مش عارف اديها لكم مثال ازاي، بس هو ايه، فطير خفيف، فطير بكواليتي حلوه بتمام. في ال3 مكونات، الصنعه 100 100، صنعه الفطير فطير حلو قوي، المكونات نظيفه قوي 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 قوي، وفي اللطافه وكل حاجه، ما فيلنج تمام، كميه حلوه. بالنسبه للتسويه زي ما انتم شايفين، السوا بتاعها مظبوط قوي الصراحه. بس هي بس الكومنت الوحيد اللي مش يعني، هو حلو بس غريب، ان فطيره بص، هاتولي كده نقطه لمعان، بص بالنسبه لي عم سمير يكسب لذوقي. انا بحب الفطير يكون ايه، تقيل شويتين، سمنه فاهم، في حته كده ايه، حرشه. هناك حرش اكتر بكتير طبعا، بس كطعم وكنظافه وككواليتي وككميه وككل حاجه، لا الصراحه الاثنين زي بعض. فكده الانفوشي وعم سمير، عم سمير كسب. كده عندنا ستافت كسب مزارع دينا، وعم سمير كسب الانفوشي. بس الحاجه الحلوه قوي في ال4 اماكن فطير اللي كلهم عجبوني، يعني مزارع دينا عجبتني قوي وتمام، اروح اكلها وما عنديش اي مشكله. ستافت عجبتني جدا واجمد من الثانيه، بس الاثنين ستيل حلوين. وبرده هكذا في عم سمير والانفوشي، الاثنين حلوين، بس انا اروح لعم سمير اكتر، انا اعملها، ده ذوقي اكتر، بحب الحاجه تقيله شويتين، وبالذات لو انا باكل فطير يعني. قولوا لي في الكومنتس ايه المكانين التانيين اللي عايزين نجربهم، عشان نشوف مين الجامد، عشان في الاخر بقى اشوف هتصفصف على ايه، عشان في الاخر هنختار مين اجمد فطير في مصر. وشير وسيب لي الفيديو ومنشن لصاحبك، وهفضل اقول لك كل فيديو نشير اي حاجه بتدعم القضيه. الدعاء نبطل نجيب اللي ما يتسموش.